بيبدأ مسلسل بحكاية عن الحاكم بأمر الله واللي كان معروف بجبروته وقوته، وعمر ما كان حد يقدر يقف قصاده ويتحدى أوامره غير اتنين بس، هما سعفان ومراته وديدة بنت عبد القادر. ودي بقى كانت جريئة جدا لدرجة إنها قدمت للحاكم الملوخية اللي هو كان محرمها على الشعب كله، وقالت له لو عجبتك الملوخية يسيب جوزها. وافق الحاكم على كلامها مع إنه عمره ما عجبته الملوخية، وساب جوزها وفرحت جدا برجوعه. وبعد سنين كتير ظهرت وديدة فلفل واللي قررت تحول بيت ستها لمطعم وسميته مطعم الحبايب. وبيمر الزمن وبنشوف صبحي صاحب عربية كبدة واللي بيكون في طريقه لحفلة خطوبة وديدة. وقتها بنشوف الشيف أبو المجد أشهر شيف على كل المحطات، وبنعرف إن النهاردة خطوبة وديدة بنته، أو بمعنى أصح ديدي، واللي بتكون حابة إن اليوم ده يكون شعبي جدا لدرجة إنها بتكون لابسة لبس شرقي وبتطلع ترقص على المسرح مع خطيبها آسر. وبعدها بيتقابل أبو المجد مع الشيف حسن ملك المخبوزات والحلويات، واللي بيسأله هيعمل إيه بعد ما مشي من القناة. بيقول له ما يقولش كده لديدي، وإنه مفهمها إنه ساب القناة بمزاجه. وبيعرفوا إنه قريب هيفتح مطعم جديد وهيكون معاه. وبيقطع كلامهم كمال ودلال ولاد عمه واللي بيباركوا له على خطوبة بنته، وبيفكروه بالوقف بتاع جدته. ومن ناحية تانية بيظهر صبحي وهو واقف على عربية الكبدة، فبتروح له ديدي هي وباقي اصحابها وبيشتروا منه كبدة، بس مش عشان ياكلوها، لا عشان يتصوروا بيها. طبعا الكلام ده ما بيعجبش صبحي ويتخانق معاها، وساعتها بيشوف ابو المجد فبيروح يشوف فيه ايه. وبيفرح صبحي جدا اول ما بيشوفه وبيعزم يدوق من الكبدة بتاعته، وبيعرفوا انه ليه مكان في شارع المعز عشان لو حابب يزوره. وفي اليوم اللي بعده بيوصل ابو المجد مع كمال ودلال على مطعم الحبايب عشان يستلموا ورثهم. ومن ناحية تانية بنشوف صبحي وبيأجر المحل اللي بيحلم بيه، وبيختار المكان ده بالذات لأنه مفيش مطاعم موجودة فيه. وبتعجب الفكرة صاحب المحل اللي اسمه عادل، وبيطلب منه يجهز باقي المبلغ وشهور التأمين على ما يديله وش نظافة للمحل. وبعدها بنشوف ديدي وهي في مطعم بتدوق أكل وبتقيمه، فبيقول لها صديقة صلاح عن فكرة مسابقة للطبخ وبيعرض عليها انها تتضم، فبترفض تعمل كده وبتقول انها مقتنعة باللي بتقدمه وخايفة جدا انها تفشل. وبعد لحظات بيروح ابو المجد عند صبحي وبياكل كبدة من عنده، فبيقول له ان كبدته عجبته قوي عشان كده بيفكر يشغله في مطعمه. فبيتوتر صبحي وبيقول له انه حابب يكون له مطعم خاص بيه وقريب جدا هيفتحه وهيعزمه في الافتتاح. وتاني يوم الصبح بيوصل صبحي على المدرسة، وبنعرف انه بيشتغل مدرس العاب واقتصاد منزلي على ما أبلة عزة ترجع من اجازتها. وبالليل بنشوف ديدي وهي قاعدة مع آسر خطيبها وبيتفرجوا على صور الخطوبة، وقتها بتحكي له عن صلاح وانه بيستعجلها عشان المسابقة. واول ما بيوصل ابو المجد تاخد رأيه اذا كانت تشترك او لا، فبيقول لها بكل صراحة ان اكلها ما هيتاكلش ولو دخلت المسابقة هتفشل فيها. فبتتضايق ديدي من كلامه وبتبعت لصلاح بانها موافقة عندا فيه. وبعدها بيزور صبحي خطيبته رحاب واللي بتكون عايزاه راجل غني وعايزة صبحي يطور من نفسه. واول ما بتعرف انه هيكون له محل خاص بيه تفرح جدا وتقول له اهو بالطريقة دي نقدر نتمنظر قدام الناس بان خطيبها صاحب محل. وفي يوم المسابقة بنشوف ديدي وهي مستعدة جدا ليها، ونعرف انها مشتركة بس عشان تزود عدد المتابعين عندها، فبتمضيها معدة البرنامج على شرط جزائي قبل ما تبدأ المسابقة. وبتختار ديدي وصفة الاستاكوزا بعد ما شافت حد على النت بيعملها، ومن شكلها وطريقة تقديمها بنشوف انها بروفيشنال. لكن اول لما بيدوق الاكل الحكام بيتسمموا من الاكل، توصل عربية الاسعاف وبتنقلهم على المستشفى، وبتكون صدمة كبيرة لديدي وبتكونش فاهمة هي غلطت في ايه. اما صبحي بنشوفه هو في طريقه العربية، وساعتها بيجري عليه عمر الصبي بتاعه، وبيعرفوا ان البلدية خدت العربية وبيجري بسرعة عليهم وبيحاول يستعطفهم لكن محدش بيرد عليه. فبيروح على المحل والعفاريت بتتنطط في وشه، ووقتها بيتفاجئ لما بيلاقي عادل بيرفع يافطة مكتوب عليها محل كبدة، ومن بجاحته بيقول له ان دي فكرته وملوش حق انه يعترض. فبيضربه صبحي وبيتخانق معاه وبيحس ساعتها ان الدنيا اتقفلت في وشه. وبنرجع لديتي وهي في العربية مع آسر وبتكون متضايقة جدا بسبب اللي حصل، وبيسألها ازاي اخدت الموضوع الجد بالشكل ده مع ان كان كله مجرد هزار. لكنها بتفاجئه وبتقول له انها مستعدة تصلح غلطتها وبتطلب منه تليفونه وتطلع لايف وتوضح للناس. ولما بيرفض بتتخانق معاه وبتقول له انه خايف على نفسه لحد يشتمه زي ما بتشتموها ويخسر متابعينه. وبتقرر تنزل من العربية، وبعد لحظات بنشوف ابو المجد مع اولاد عمه في المطعم ويفتكروا كل ذكريات زمان مع جدتهم وديدة وهي بتعمل لهم الاكل. فبتجيله رسالة من ديدي وبتطلب منه يلحقها، وبتقول له انها في مصيبة ومضت على شرط جزائي قيمته مليون جنيه. فبيقول لها ما تقلقش ابدا وهو هيتصرف. وبعد ما بيقفل المكالمة بيبلغ اولاد عمه بانه هيبيع المطعم. وبعدها بيرجع صبحي على البيت متبهدل وهدومه متقطعة، فبيدخل يغير هدومه. ده طبعا بتلاحظه امه فبتسأله عن المطعم، فبيكذب عليها بيقول لها كل حاجة تمام، لكنه ما بيقدرش يسيطر على نفسه وبينهار من العياط لانه خسر كل حاجة. فبتحاول تهديه وتقول له ان اللي عند ربنا ما بيروحش، وقريب جدا
فرجه قريب. لكن وقتها بيشوف الشيف ابو المجد في البرنامج بتاعه وهو بيقدم اخر حلقه وبيعزم متابعينه على مطعمه الجديد. وفي اليوم اللي بعده وبالتحديد في المطعم بنشوف ابو المجد وحسن وهما بيختاروا شيف عشان يشتغل في المطعم. وقتها بيوصل صبحي وبيدخل يحكي لابو المجد كل ظروفه، بانه خسر كل حاجه وعنده امل يشتغل معاه، مع انه رفض عرضه قبل كده بيوافق وبيحاول يدور على شيفات تانية. فبيقول له صبحي ان عنده ناس تقدر تعمل له كل اللي هو هيطلبه منهم، وبياخده عند ملكه الطواجن الست غاليه، واللي بتظهر وهي بتتخانق مع واحد من الزباين وفاكراه بيعاكسها. واول ما بتشوف ابو المجد قدامها بتفرح جدا، وبتفرح اكتر لما بيطلب منها طاجن عكاوي، فبتعمله بكل احترافيه وبتقدمه له، وبيكون سبب كفيل ان ابو المجد يختارها تشتغل معاه في المطبخ. وساعتها بيسالها لو تعرف حد بيعمل الاكلات الحرشه زي العدس والبصاره، فبتقترح عليه مو بشندي، وبأيد رايها صبحي. وبعد لحظات بيتقابل ابو المجد وصبحي مع بشندي، وبنعرف انه متسمى بالاسم ده لانه بيحب الكوره جدا، ومقدم لابنه هاني في النادي عشان يكون محترف ويحقق كل اللي ما قدرش يحققه وقتها. بيكون عامل بصاره، ودي بقى اللي بتعجب ابو المجد، وبيوافق يكون معاه من ضمن الفريق. وفي اخر اليوم بينده ابو المجد على بنته ديدي ويقول لها انه موافق يديها الفلوس، وبيعرفها انه خلاص هيفتح مطعم جدته من تاني، بس عشان تاخد الفلوس لازم تنزل تشتغل معاه. فبترفض طبعا انها تعمل كده، لكن مع شويه تفكير بتضطر توافق. وفي اليوم اللي بعده بتوصل ديدي على المطعم وبتقابل باباها، وبتعرفوا انها اشتغلت على نفسها وطلعت افكار تحفه تقدر تفيده في الصاله. فيقول لها تاخد افكارها دي وتروح على المطبخ، وهناك هتقابل الشيف صبحي وتقدر تبلغه بكل حاجه. لكن الصدمه اول ما بتشوفه قدامها الاتنين بيتخانقوا مع بعض بسبب اخر موقف حصل ما بينهم. وفي اليوم اللي بعده بيجمع ابو المجد كل الشيفات حواليه وبيقول لهم ان النهارده يوم مهم بالنسبه له، لان يوم الافتتاح واثق جدا انهم هيكونوا قد المسؤوليه ومحدش فيهم هيخذله، ولو في اي مشكله تقابل حد منهم. وقبل ما يكمل بتزعق غاليه لحسن وبتقول له انه لازق فيها وبيعاكسها. ومش بس كده، ده كمان بشندي بيطلب منه يجيب لهم تلفزيون عشان يتفرج عليه ويسلي وقته. فبيقول لهم ابو المجد انه مش حابب مشاكل في المطبخ، وان وجود تلفزيون ده دليل ان المطعم فيه عيب، وبيحاول يشغل الزبون عنه من خلاله، وان اهم حاجه عنده مطعمه ان الزبون يتلذذ بالاكل وبس. وبيكمل كلامه بان اي مشاكل هتقابل حد منهم يبلغ الشيف صبحي لانه هيكون مسؤول عنهم من دلوقتي. وطبعا بيظهر الحزن على حسن لانه اقدم منه وعنده خبره عنه، وده اللي بيلاحظه ابو المجد. فبياخده على مكتبه، وهناك بيقول له انه غالي عنده وعارف طبعا انه قد المسؤوليه وعنده خبره، لكن ده ما يمنعش انه مش هيقدر يتعامل مع غاليه وبشندي لانه مش زيهم، والاولى بالمهمه دي هو صبحي. ويطلب منه ما يزعلش منه، وانه عمره ما هينسى انه عينه في المكان وعمره ما يثق في حد بسهوله زيه. وفي المطبخ بنشوف صبحي وبشندي نائر ونقير مع بعض، وبتظهر ديدي وهي بتصورهم. لكن اول ما بيجي لها رساله من آسر بتدخل على المخزن وتكلمه، وبتفضل تعاتبه لانه نسي انها خطيبته وكانت محتاجاه، وانه سابها في اول محطه وتخلى عنها. وبتحس ديدي فعلا انها لوحدها. وفي الوقت اللي بيتابع فيه ابو المجد العمال عشان الافتتاح بيقول لصبحي انه محتاج يتكلموا في موضوعين، اولهم انه حابب عمر يشتغل معاه لانه ملوش حد غيره، وتاني حاجه ديدي تخرج من المطبخ وتقف في الصاله لان وجودها في بهدله ليها. فبيتضايق ابو المجد من كلامه، وبيعرفوا ان بنته ما ينفعش ابدا تقف تخدم على الزباين، هو اللي شايف ايه صح وايه ما يصحش. ويطلب من صبحي ما يضغطش عليها لان لسه عضمها طريق. وفي ساعتها بيوصل الحاج فخر، وده بقى العدو اللدود لابو المجد، ودايما في منافسه بينهم وبين المطاعم. فبيقول لابو المجد انه لو جاي يهني ويبارك يجي له بكره، لان النهارده جاي له ناس مهمين وما يحلمش انهم يقفوا بس قدام مطعمه. وفي المطبخ بتظهر غاليه وهي متضايقه لان مفيش حد بيساعدها، فبينده صبحي على وديده واللي بترفض ترد عليه لانه ناداها بالاسم ده. فبيطلب منها تساعد غاليه، لكن وقتها بيشم ريحه برفان، فبيقول لها ما تحطش برفان تاني ويا ريت تقص ضوافرها وتلم شعرها منعا لحدوث كوارث في المطبخ. وبتبدا غاليه تعلمها ازاي تقطع البصل لان دي من اولى قواعد الطبخ. فبيدخل حسن من بره وبيقول لديدي ان الدنيا مقلوبه بره وكل الناس بتحتفل والعيال بتتنطط على العربيات. فبتسيب ديدي اللي في ايديها وبتجري تلحق عربيتها، بس ساعتها بتشوف الطبل البلدي والفرحه في عيون الناس وما بتحسش بنفسها غير وهي بترقص معاهم. وفي لحظتها بتحصل خناقه بين غاليه وبشندي بعد ما خدت البصل اللي مقطعه لانها محتاجاه للطواجن اللي بتعملها. طبعا بيروح لهم صبحي وبيحاول يفهم ايه اللي بيحصل، فبتعرفوا ان ديدي سابت المطبخ وخرجت، خافت من ريحه البصل تلزق في هدومها. فبينفعل صبحي عليها ويقول لها ان لازم المفروض كانت تبلغه، وطبعا بيكون شايل المسؤوليه وخايف جدا يأثر قدام ابو المجد. وبيخرج لديدي وبيجيبها من ايدها وبيقول لها ترجع على شغلها، فبتقول له بانفعال انها تعبت وليها حق ترتاح شويه. فبيعرفها ان كل اللي في المطبخ تعبان زيها واقفين على رجلهم عشان اليوم ده يعدي وتستمر الخناقه ما بينهم لحد ما بيرجعوا من تاني للمطبخ. وقتها بيدخل ابو المجد، واول لما بتشوفه ديدي بتشتكي له من صبحي، ولاول مره بتحس ان ابوها مش واقف في صفها، وبينصر صبحي عليها وبيقول لها تسمع كلامه وتنفذه. فبتقف تغسل المواعين وهي منهاره من العياط لحد ما يجي لها رساله من صلاح واللي بيقول لها انه عايز يكلمها لانها اتقابلت في الشغل. فبتدخل بسرعه المخزن وبتبدا تسرح شعرها وتحط
بتحط ميك اب وبتخرج تقعد بره المطبخ وبتكلمه لايف وبتقول له انها عند جدتها في المزرعه. فبيقول لها صلاح وقتها انها اتقابلت معاهم بس مع تعديل بسيط، وهو بدل ما تسوق للمنتج بتاعهم هتسوق لمنتج منافس، لانهم شايفين انها بتوقع كل الشغل اللي بيتعرض عليها وهتكون دي بدايه قويه ليهم. فبتتصدم ديدي من كلامه وبتحاول تتملك اعصابها ودموعها. وبعدها بيحصل مشكله في المطبخ بسبب ان فرن الطواجن بايظ ولازم غاليه تحط فيه الطواجن قبل ما الزباين تشتكي. فبيدخل ابو المجد وبيحاول يلاقي صرفه، فبيقول له حسن انه خلص خبز في الفرن بتاعه ممكن ياخدهم يسويهم عنده. وبيتضايق صبحي لانه حاسس انه بيسحب البساط من تحت رجله وخايف جدا على رئاسته للمطبخ تاثر عليه. وبالليل بيرحب ابو المجد بكل اللي حضروا الافتتاح ويقدم لهم الطبق الرئيسي طاجن الباميه وبيتمنى انهم يعجبهم. وقتها بيوصل فخر مع اولاده وصناعيه من عنده عشان يبارك ويهني، وبيجبر ابو المجد يعمل له طاجن رز معمر بالبهاريز وبيخلي معظم الزباين يطلبوه زيه. فبيحس ابو المجد انه اتورط، فبيدخل لغاليه وبيكتب لها الوصفه وطريقه تحضيرها وبيكتب لصبحي شويه طلبات عشان يجيبها. فبيلاقيش قدام صبحي غير ديدي واللي بتاخد عمر معاها، وبيروح على السوبر ماركت ولان ديدي اول مره تنزل تشتري حاجه بنفسها بتجيب اغلى الاصناف. وطبعا دي بتبقى كارثه لكل اللي في المطبخ لانها اشترت بحوالي 40,000 جنيه لوازم المطبخ بس، فبيتريق عليها كل الموجودين. وعشان يوم يعدي بيقرر صبحي يطبخ لهم، وبيقدر ابو المجد يكسب الرهان قدام فخر وتترفع راسه قدامه. وفي اخر اليوم بيسمع ابو المجد بالكارثه اللي عملتها ديدي، فبيزعق لها لكنه بيجيب اللوم اكتر على صبحي لانه بعتها وهو كان مكلفه هو اللي يشتري، وبيمشيهم هما الاثنين. وبعدها بيدخل لغاليه وحسن وبشندي وبيشكرهم على اليوم ده لانهم قاموا بيه على اكمل وجه ورفعوا راسه. وفي اللحظه دي بتدخل ديدي على المخزن وهي متضايقه جدا، وفجاه بيظهر حاجه قدامها بتنور فبتقرب منها وبتلاقي كتاب مكتوب عليه وصفات الحبايب. واول لما بتفتحه بيظهر ان كتاب سحري وبتكتب فيه بصوت جدتها وديده بان الكتاب ده غير اي كتاب طبخ تاني، لان هو اللي بيختار يكشف اسراره لمين وفين، وطالما وقع في ايديها هيبقى تكون جزء من الحدوته اللي فيه. ومش بس حدوته وديده فلفل، لا هتكون حدوته كل الوديدات اللي كتبوا وصفاتهم هنا في مطعم الحبايب. ولما تكون مستعده الكتاب هينادي وهيكشف لها كل اسراره واحده واحده. فبتضحك وديده وبتفرح جدا بالكتاب، وعلى لسان الجده وديده وهي بتقول ان بعد وديده فلفل ما فتحت المطعم لقت ان كل وصفات الوديدات متبعتره، فقررت زي ما حولت بيتهم لمطعم تجمع كل الوصفات في كتاب واحد للي تقدر وبتفهم وبتحس. وفي تاني يوم في المدرسه بيستقيل صبحي من المدرسه بعد ما جاب اخره منها، وبيظهر بشندي وهو في النادي مع ابنه هاني واللي بيقع في الملعب، فبيضطر ياخده على المستشفى وبيتصل على صبحي يعرفه. وبنشوف حسن وهو بيطبخ لعيلته وبيكون مفهمهم انه مدير مطعم قد الدنيا. اما بقى ديدي فمن بعد ما شافت الكتاب وهي قررت تتغير، واول حاجه عملتها انها تقص ضوافرها وتلم شعرها. وبعدها بيوصل ابو المجد على المطعم وبيجمع كل الشيفات حواليه وبيقول لهم ان اليوم امبارح عدى، اي نعم كان فيه اخطاء انما كل مطاعم على كده. فبيسالوا بشندي لو كان هيجيب شيفات تانية خبره زي ما بيقول حسن، وبتقول له غاليه انه لازم يعرفهم من دلوقتي، وبتثبت له فعلا انهم شطار جدا وده لانهم عملوا طبق جديد وقدموه كما يجب. فبيرد عليها بانه فعلا كان هيتصل بالشيفات التانية تشيل اليوم، لكن ما عملش كده وفضل مراهن عليهم لحد الاخر، وقدروا فعلا ينجحوا في الاختبار. وبيقول لهم استعدوا واول اوردر يجهز بعد ساعه. وبعدها بيبدا ابو المجد يعلم بشندي خلطه الحمام، فبتجيله ديدي وبتساله لو كان في فعلا كتاب لجدتها وانها سمعت بيه ان كان في كتاب سحري. فبيقول لها ان كل جداتها كانوا بيطبخوا بنفسهم في المطبخ وانه سمع بالكتاب لكن عمره ما شافه. وبيقلق بشندي اول لما بيعرف ان الجده ليها في السحر. وبعد كده بيوصل على المطبخ الشيف بحراوي وبيظهر انه شاطر جدا وبيشتغل في كذا مطعم. وبياخد صبحي ابو المجد على جنب وبيقول انه شايفه مش بتاع شغل وغاوي محلسه، لكن ابو المجد بيصمم يشغله معاه وبيمسكوا اداره الصاله. وفجاه بيحس ابو المجد بدوخه بسيطه، فبيجي الدكتور وبيكشف عليه وبيقول له انه ضغطه مواطي شويه ومحتاج يرتاح. فبيضطر يرجع البيت وبيسيب المطبخ في امانه صبحي، وبيعرفوا انه هيرجع العشاء عشان يشوفوا عمل ايه. وفي الوقت ده بيظهر صبحي ومتضايق جدا لان بحراوي مسك اداره الصاله، فبيدخل بزعابيبه يبدا يزعق للشيفات وبيدي كل واحد منهم مهمته وبينبه عليهم ما يحصلش اي غلطه. وبيظهر على غاليه انها متضايقه لانه كل شويه يزعق لحد منهم وطالق حنجرته عليهم، وده لانه اصغر منها. فبتهديها ديدي وبتقول لها تسيبها منه وان اللي هي محتاجاه دلوقتي تتعلم منها ازاي تعمل الطواجن لانها مش لاقيه احسن منها. فبتعجب غاليه بكلامها وبتقول لها انها حبتها من بعد الكلمتين دول وبتحضنها. وفي اللحظه دي بيجي لصبحي مكالمه من رحاب، فبيكذب عليها بانه في المطعم الجديد وشغال مع صناعيه ومش عارف يكلمها. فبتظهر رحاب وهي بتوقف تاكسي ورايحه له مكانه. وبعدها بيجمعهم صبحي من تاني بعد ما رجع من الصاله بطبقين كانوا متقدمين، وبيبدا كلامه مع غاليه بان طاجن الباميه ملسوع. اما بقى بشندي فبيزعق له لان الحمام مالح وكمان ما حطش بهارات
ابو المجد فيه وبيخصم منه 8 حمامتين. فبيعجبش الكلام بشندي وبيحصل خناقه بينهم لدرجه انه بيسيب المطبخ وبتخرج غاليه معاه. فبتحب ديدي تهديه وبتقول له انهم واقفين من الصبح على رجليهم، فبيقول لها انهم مش بتوع شغل وبيطلب منها تشتغل مكانهم. وبره المطبخ بيظهر بشندي وهو متضايق بسبب اللي حصل، وان ازاي واحد زي صبحي فاضل له 2 سنين ويكون في عمر ابنه يكلمه بالطريقه دي. فبتقول لي غاليه انهم غلطوا فعلا لما سابوا المكان، ما كانش ينفع يمشوا غير لما يرجع ابو المجد ويحكوا له اللي حصل. لكن بشندي بيرفض وبيقول لها انه عنده عيال، خصوصا هاني ده بالذات تقله ذهب، وبيعرفها انه ساب بلده واستحمل المرمطه عشانه، وانه زمان كان لعيب كوره في بلده وكان فاكر ان حد من الانديه هياخده اول لما يشوفه، فساب نفسه لحد ما تخن ونسي نفسه، عشان كده بيشقى ويتعب عشان خاطر هاني. وبيجي بعد كل ده يخصم له حمامتين من مرتبه ويقول لها انه ملهاش ذنب تخرج وراه. وبتظهر ان هي كمان متضايقه من اللي عمله صبحي، وبتعرفه ان في واحد اسمه احمد حمدي وعدى بالجواز لحد ما دخل عليها بالحنجل والمنجل وخد كل فلوسها. فبيقول لها بشندي ما تشيلش هم وهو يقدر يقف جنبها ويساعدها. وفي الوقت اللي بتظهر فيه ديدي مع صبحي بيعلمها ازاي تقطع البتنجان، بتعور صباعها ولسوء الحظ بتدخل رحاب عليهم وبتشوف صبحي وهو بيربط لها صباعها، وبيحصل خناقه بينهم هما الاثنين بسبب ان رحاب فاكره ان ديدي حاطه عينيها عليه وعايزه تخطفه منها، وبتعرفها انه خطيبها ومش هتقبل ابدا حد يقرب له. فقدر صبحي يفض الخناقه دي وبيطلب من رحاب ترجع على البيت، واول لما يخلص شغلها يروح لها. وفي اخر اليوم الصاله بتتزحم بالزباين. ساعتها عرف صبحي انه مش هيقدر يكمل لوحده، خصوصا بعد ما ديدي شافت ان الطواجن ملسوعه، وبتعرفوا ان غاليه واقفه بره من الصبح بسبب الموضوع ده، وان اغلب الناس اصلا بتحبه كده. فبيروح يدور على حسن ومش بيلاقيه، وبيظهر حسن وبيكلم ابو المجد وبيعرفوا ان المطعم بيغرق. وفي اللحظه دي بيخرج صبحي وبيعتذر لغاليه وبشندي وبيقول لهم ان المطعم واقف عليهم ومحتاج لهم، وانه غلط فعلا في حقهم وهم ما كانوش ليهم ذنب. فبتوافق غاليه هي وبشندي ويرجعوا من تاني على المطبخ وينقذوا الموقف. وبعد لحظات بيوصل ابو المجد على المطعم وبيشوفه ماشي كما يجب، وبيظهر ان صبحي نجح فعلا انه يكون رئيس المطبخ، وعشان كده بيدخل لديدي لانها ساعدته وقفت جنبه وما قصرتش رقبته قدام الشيف، وبيقول لها لو محتاجه الحاجه هيكون في ظهرها واقف معاها. فبتفرح جدا بكلامه وبتدخل على المخزن وبتطلع الكتاب الجده وديده، واللي اول ما بتفتحه بيظهر لها فيه اول وصفه وهي ملوخيه، وبيبان كلام جدتها ليها بان الحكايه بدات من طاجن ملوخيه خلص عليه بنت سعفان من حبسه، وده لانها ملوخيه وديده بنت عبد القادر مش اي ملوخيه. فبتطلع ديدي تليفونها تصور الوصفه، لكن بيظهر الكتاب فاضي في الصور، فبتضطر تحفظ الوصفه. وفي اليوم اللي بعده بعد ما بيخلص صبحي شغله بيروح لرحاب البيت، لكنه بيتصدم لما بيلاقي خالتها وابنها محسن، وطبعا بيتضايق لانه كان متقدم لها قبله. فبياخدها على البلكونه وبيحاول يفهم ايه اللي بيحصل، فبتقول له انه بجح وغلطان وبيسال، وسابها ليله كامله من غير ما يسال فيها. بتقول له كفايه انها قابله بيه وبفقره وعمرها اللي بيضيع عشان تلم فلوس وتتجوزه، وان عمرها ما هتقبل تتجوز صبي عند الناس. فبيرمي لها صبحي دبلتها وبيمشي. وتاني يوم الصبح في المطبخ بنشوف ديدي وهي قاعده بتفكر وزعلانه، فبتسالها غاليه عن اللي مزعلها، فبتقول لها ان آسر خطيبها سابها وكمان مش عارفه تعمل وصفه الملوخيه. فبتقول لها غاليه ان الاكل لازم يتعمل بحب ويكون مزاجها رايق عشان اكل يطلع طعمه حلو. وقتها بيدخل ابو المجد وبيدوم الاطباق اللي هيعملوها، ومن ضمنهم طبق البصاره. وفي اللحظه دي بيوصل فيها الشيف اللبناني ومعاه فريق التصوير عشان يقيموا اكل المطعم برفقه ابو المجد. بنشوف رشا وخطيبها واللي بيقول لها انه جايبها في افخم مطعم وصاحبه مشهور جدا وبيطلع في التلفزيون. وفي المطبخ بيشوف صبحي حسن وبشندي وهم مشغولين في الفرجه على ماتش الكوره وسايبين شغلهم، فبيجبرهم ينقوا شوال الرز ويبادلوا مع بعض في غسيل المواعين. فبيبدا حسن ينقي الرز، ولسوء الحظ ان حصوايه بتكون موجوده فيه وبتكون كارثه لانها بتظهر في طبق الرز اللي بتطلبه رشا. وفجاه وبدون اي مقدمات صريخ رشا بيسمع المطبخ كله بعد ما الحصوايه كسرت لها سنتها. فبيقلق ابو المجد جدا على سمعه المكان وبيعرض عليها انه يركب لها سنه جديده، ومش بس كده دي كمان هتاخد تواجد مجانا لمده سنه كامله. لكنها بترفض عرضه وبتطلب من خطيبها يكلم لها اخوها ابو توكا. فساعتها ما بيقدرش بشندي يمسك نفسه وبيقول لها انه من سويتها كان فاكرها بتولد، وانه بقى مش بيخاف سواء هتكلم ابو توكا ولا ابو طفيره حتى. وفي المطبخ بتيجي صبحي شكوى من زبونه وطالباه بالاسم، فبيخرج يشوف ايه المشكله وبيتفاجئ لما بيلاقي رحاب قدامه مع محسن، واللي بتقول له ان الاكل مش عاجبها ولازم طاجن اللحمه يتحط فيه قد كيلو لحمه صافي لانها خلاص عدت ايام الفقر. وبعد لحظات بيوصل ابو توكا مع رشا ورجالته وبيضرب نار بمسدسه وبيطلب من كل اللي شغالين في المطعم
المطعم يقفوا قدامه ما عدا اللي شتمه يتقدم خطوه واحده. فبيسمع بشندي باللي حصل ومن خوفه بينزل تحت الترابيزه مع رحاب ومحسن. وساعتها بيحاول ابو المجد يلم الموضوع وبياخد ابو توكا على جنب وبيتفق معاه انه هيزرع لاخته سن فرنساوي على حسابه. فبيطلع ابو توكا بيقول لهم ان خلاص الحوار اتفض، لكن خطيبها عادل بيرفض ده، بيقول له ان ابو المجد عرض عليه نفس العرض واخته رفضته، وعشان رشا ترضي خطيبها بتصمم ان زي ما سنتها اتخلعت تتخلع سنه لكل واحده زيها. فبيقول لهم ابو توكا يردم على كل اللي قاله عشان الحفله هتبتدي. وهو لما بيخرج حزامه وبيرفع رجالته المسدسات باب المطعم بيتقفل لوحده ومفيش حد بيقدر يفتحه. فبيقرروا يروح على باب المطبخ واللي برضه مش بيتفتح، وبيظهر ان ابو توكا عنده فوبيا من الاماكن المغلقه، وفي ثانيه المكان بيتقلب وكل واحد بيتكلم منهم في حته. فبتدخل ديدي على المخزن وبتطلع الكتاب وبتطلب من جدتها تساعدها. فبدأت تقرا كلام جدتها واللي بتقول لها ان زي ما وديده قدرت تخلص نفسها بطبخها الحلو، بقى الحل السحري لاي ازمه الطبخه الحلوه واللي بتلاقي الحجر. وفي اللحظه دي بيكون كل واحد من الموجودين مشغول في حاجه. بيشم ابو المجد ريحه الملوخيه وساعتها بيشوف ديدي وهي بتطبخ ملوخيه على طريقه وديده، فبتندع على كل الموجودين وكلهم بياكلوا سوا. وبسبب ان النفوس اتصفت وكل الامور رجعت لاصلها ورجعوا حبايب زي الاول، بيتفتح باب المطعم من تاني. وعلى لسان الجده وديده واللي بتقول ان وديده عبد الحي قررت تخبي الحلل بتاعتها الخاصه اللي ورثتها عن جدتها، وخافت حد يعمل زي بنتها ما عملت وتبيع حلالها، فكان لازم تحافظ عليهم وتخبيه. وبنرجع لديدي اللي بتخبي الكتاب في شوال، بس وقتها بتشوف جواه رساله وبيظهر انها خريطه للسرداب. وفجاه بيدخل صبحي عليها وبيشوف معاها الخريطه وبياخدها منها وبيبدأ يدور معاه على السرداب اللي الخريطة بتقول عليه. وفعلا بيقدر بذكائه يلاقيه وبيلاقي سلم في المخزن، فبينزلوا مع بعض ومش بيلاقوا حاجة. وفي اليوم اللي بعده بنشوف ديدي وهي متضايقة جدا، فبيقول لها صبحي ان بعد ما يقفلوا المطعم هينزلوا مع بعض ويشوفوا حكاية السرداب ده. فبتقول له ان الورقة ضاعت ومش عارفة مكانها. وبعدها بنشوف ديدي وهي بتعمل لأول مرة صينية من عمايل ايديها وتحت اشراف الشيف حسن. واول ما بيدوقوا الشيفات عمايل ايديها بيعجبهم الطعم جدا ويفضلوا يتريقوا على حسن بشكله الغريب. وقتها بيتفاجئوا باخوه فريد قدامه واللي بيسأله لو كانت امه كلمته، وبنعرف ان فريد عايز فلوس من حسن. وبما انه بقى مدير المطعم يروقوا بقى في شويه طواجن ومحاشي عشان خاطر العيال. بس لسوء الحظ لما بيخرج حسن بيلاقي بشندي قاعد مع فريد وبيعرف انه ان اخوه بيشتغل طباخ. وطبعا فريد بيمسكها له زله، ويا اما يديله كل الفلوس اللي بيطلبها او يعرف امه بحقيقه شغله. وفي اخر اليوم بيطلب بشندي من حسن يكون معاه في مشوار بيخص غاليه، وبنعرف انه طالبه معاه عشان يجيبوا احمد حمدي اللي ضحك على غاليه واخد فلوسها. اما صبحي وديدي فبينزلوا من تاني للسرداب، والمره دي بيقدروا يوصلوا للكنز الحقيقي وهو حلل الجده وديده، واللي بتكون كاتبه في وصيتها اللي يلاقي الحلال تبقى حلال عليه. فبيطمع صبحي انه ياخد منهم، لكن ديدي بتقول له ان الحلل دي بتاعت جدتها ومكتوب انها لكل الوديدات مش لحد غريب. وفي لحظتها بنشوف فخر مع بحراوي هما داخلين يتسحبوا في المطعم، وبيظهر ان فخر جنة بحراوي يضموا ليه، وبنشوفهم هما وبيحطوا فار عشان المطعم يتقفل. وبعدها بيوصل بشندي القهوه اللي بيقعد فيها احمد حمدي، وهناك بيقول له ان الرائد عايزه، وبتتلم غاليه عليه وبتتخانق معاه. وبيظهر ان الرائد عامل دوره حسن، واللي اول لما بيشوفه بيخاف جدا وبيدفع لها فلوسها اللي اخدهم منها. وفي اليوم اللي بعده بيظهر صبحي ومتضايق لان ديدي رفضت تديله من الحلل، فبتتاسف له وبتقول له انها فعلا كانت انانيه معاه وما كانش ينفع تعمل كده، وبتقدر تصالحه وتغير نظرته من ناحيتها. وفي اللحظه اللي بتظهر غاليه وهي في المطبخ وبتتكلم مع ابو المجد بتصرخ بعد ما شافت فار قدامها، وفجاه المطبخ بيتقلب عليه وطيه. كل واحد منهم بيحاول يمسك الفار باي طريقه، بس الصدمه لما غاليه بتخرج للصاله وبتشوف مفتش الصحه واللي بيطلب يفتش المطبخ. فبتدخل غاليه المطبخ بسرعه وهي بنفس الصدمه وبتقول لهم المفتش بره. وفي لحظه دخوله بيشوف بشندي وهو ماسك الفار بايده، وبسبب كده بيتقفل المطعم بالشمع الاحمر. وعلى لسان وديده وهي بتقول ان اول مره المطعم كان بيتقفل فيها كان بسبب الستات اللي غاروا منها وقالوا انها بتعمل اسحار عشان الاكل يطلع حلو. فخاف علي عليها وقرر يقفل المطعم خوفا عليها، وراحت عند اهله في الصعيد، وهناك اتعلمت كل الوصفات الصعيديه القديمه. واتقفل لتاني مرة في ثورة 19 كان أيامها المطعم باسم عبد الحي أبو وديدة، واتقفل من تاني في حريق القاهرة وقت ما كانت ماسكاه وديدة بنت عبد القادر. وبيفضل المطعم يتقفل ويتفتح ويجمع الحبايب فيه من تاني. وفي الوقت ده بنشوف أبو المجد وهو نايم في سريره بعد ما رجله اتكسرت بسبب بشندي، وبيظهر كل الشيفات وهم متجمعين حواليه ومعاهم آسر خطيب ديدي. وفي اللحظة اللي بيحاول فيها صبحي وباقي الفريق انهم يلاقوا حل لأزمتهم بتظهر ديدي وهي واقفة مع آسر واللي بيطلب منها تسامحه ويرجعوا لبعض من تاني، لكن بيظهر ان ديدي متجاهلة تماما من بعد ما سابها
واخدت قرار انها خلاص تنفصل عنه نهائي. وفي اليوم اللي بعده بتوصل ديدي هي وصبحي على المجمع عشان يخلصوا ورق مكتب الصحة، وهناك بيقابل أستاذ معتز وبيطلب صبحي منه يختم له الورق اللي معاه. فبيقدم معتز لديدي تفطر، فبتقعد معاه تفطر وبتشرب الشاي لحد ما صبحي بيجيب آخره وبيطلب منه يمديله على الورق، فبيضطر يخلصه وبيقول له يطلع لصباح تختم عليه. لكن وقتها بتقرر ديدي إن هي اللي تمشي في باقي الإجراءات، بس طبعا الدنيا مش بتمشي زي ما هي عايزة وبتتعب جدا لحد ما حد يختم لها. وعقبال ما بتعمل كده بيظهر صبحي وهو قاعد مع الموظفين وبيحكي لهم أسرار طشة الملوخية، وبيقدر بكل سهولة يخلص الورق من صباح. وبعدها بيعزم صبحي ديدي على عصير الرصوص، وبيفهم انهم بعد ما ختموا الورق هيكلم حد ويرش المطعم ويتصل بمفتش الصحة عشان يشوف المكان ويقدروا بعد كده يفتحوا المطعم. فبتشكره ديدي انه خلى باله منها وساعدها انها تفتح المطعم من تاني. وفي اخر اليوم بيروح صبحي مع ديدي على المطعم وبيظهر انها جعانة وبترفض كل الاقتراحات اللي صبحي بيقدمها لها، وبتقول له انهم يلعبوا لعبة وهي ان كل واحد فيهم يقدم للتاني وصفة من عمايل ايديه بتعبر عنه. فبيعجب صبحي بفكرتها وبيبدأ يعمل لها الوصفة، وبعد ما يخلصوا بيظهر ان ديدي عاملة له شكشوكة وبتقول له انها شايفاه فيه لانه بالرغم من انها معقدة وفيها تفاصيل كتير الا انها اكلة بيتي وبسيطة وطعمها حلو. فبقدم لها صبحي شوكولاتة، فبتفرح جدا انه شايفة انها حاجة حلوة، وعشان كده بتقرر انهم يروحوا للشيفات عشان يفرحوهم بخبر فتح المطعم. وبتبدأ ديدي بغالية وبتقول لها ان عندها خبر حلو ليها وهو انهم هيفتحوا المطعم من تاني بعد ما قدرت تخلص الورق مع صبحي. فبتتفاجئ غالية من كلامها وبتستغرب ايه حكايتها مع صبحي، وبتقدر توصل ان ديدي واقعة في حبه. وبعدها بيروح صبحي لحسن واللي بيظهر هو شغال في محل فطاير، فيقولوا انه جاي عشان يعرفوا ان المطعم هيتفتح ولازم يكون معاه لان الشيف ابو المجد بيثق فيه. وفي اخر اليوم بتاخد ديدي صبحي على المخزن بعد ما قدروا يرجعوا كل الشيفات على المطعم، وساعتها بيتفرجوا على كتاب مطعم الحبايب، وبتقول له انها اكتشفت ان مش جدتها بس اللي اسمها وديدة، لا ده كل الجدات اسمهم نفس الاسم. وبتعرفوا ان الكتاب ده كتاب وصفات سحري وكل واحدة فيهم كتبت وصفتها فيه، بس الوصفات كلها بتظهر وبتختفي، وان ما ظهرش ليها غير وصفتين بس، وكل ما بتنجح في وصفة تظهر لها وصفة. وبتعرف صبحي انها حبت يكون معاها ويعرف كل حاجة عن عالمها لانه في اخر فترة كان دايما معاها وبيساعدها، وانها بسبب الكتاب ده اتغيرت. فبيمسك صبحي الكتاب وبيفتحه، وقتها بتظهر وصفة جديدة وبتكون صدمة وانبهار لصبحي وعلى لسان الجدة وديدة، وهي بتقول إن على أيام وديدة فلفل لما كانت لسه عيالها بنت 8 سنين كانت بتحب الحمص المسكر جدا زيها زي باقي العيال، بس أهلها كانوا فقراء ومش معاهم يشتروا، فكانت بتدعي أم العواجز تبعت لها الحمص المسكر ومش هتقول لحد. وفي يوم صحيت من النوم لقيت الحمص المسكر تحت مخدتها، وفضلت كل يوم على كده تصحى تلاقي الحمص تحت المخدة، ومن كتر الحمص اللي كانت بتلاقيه بقت توزعه على اخواتها. وفي يوم قفشت السر اللي بينها وبين ام العواجز وقالت هي بتجيب الحمص ده منين، وبسبب كده ما بقتش تلاقي الحمص، وعشان كده وديدة ما بقتش تسامح اللي يفشي سر كانت مؤمنة عليه. وتاني يوم الصبح بنشوف حسن وشندي وبنعرف ان المولد قرب وكل الناس بتجهز له. وقتها بيرن صبحي عليهم فبيرفض حسن يرد، وبيظهر ان هما الاتنين رايحين يتفرجوا على الماتش. وفي الوقت ده بيظهر صبحي هو في المطبخ ومتضايق عشان ما بيردوش عليه، فبتقول له ديدي ان هما هيتفرجوا على الماتش خصوصا ان مفيش زباين وانهم عملوا كل حاجة عشان المطعم يرجع زي ما كان. وقبل ما تخلص كلامها بيدخل بحراوي وهو مبسوط جدا وبيقول لهم ان في اوردر واللي بيكون عبارة عن برجر، ولحسن الحظ ان الزبون بيعجبه طعمه جدا وبيطلب منه كمية كبيرة ليه ولاصحابه. وفي اليوم اللي بعده بتوصل ديدي على المطعم، وعلى غير العادة بتلاقي الصالة مليانة ناس وفي منهم اللي بيعرفوها وبيتصوروا معاها. فبتسأل ديدي عن اللي بيحصل، فيقول لها بشندي ان الزبون اللي جه امبارح طلع مش عادي وعنده متابعين كتير جدا وبسببه كل الناس دي جت تجرب الاكل. وقتها بينده صبحي عليهم عشان يدخلوا المطبخ يجهزوا الاكل، بس المرة دي ديدي بترفض وبتقول له انها هتدير الصالة النهارده مع بحراوي. وفي اخر اليوم بتشوف ديدي وهي طالعه لايف من المطبخ لمتابعينها وتقدم لهم وصفه من وصفات جدتها وديده وهي السخينه الصعيدي، وبتبدا تحضر الاكله وهي بتصور. وبتيجي اللحظه اللي بتقدم فيها الطبق وبتدوق منها وبتكتشف ان الاكله طعمها سيء جدا، وفجاه بيظهر لها نور من المخزن. وفي تاني يوم بيوصل صبحي على المطعم وبيتفاجئ بديدي نايمه في المخزن على الكتاب، وبيظهر انها من التعب نامت. واول ما بتصحى بتقول له ان وديدة زعلت منها بسبب انها قالت وصفة من الوصفات بتاعتها، وبسبب كده كل كتاب صفحاته بيضت ومش فاهمة ولا عارفة هي عملت ايه
لكل ده. وساعتها بيقول لها ان امبارح والاول مره يشوفها متغيره وتتحول لواحده وهو ما يعرفهاش، فبتنفعل عليه بان من حقها تكون مبسوطه. وده اللي حصل لما شافت الناس بتحبها وعايزين يتصوروا معاها، فبيقول لها ان تفكيرها غلط وانها عامله زي العيل الصغير اللي ما بيصدق يشبط في حاجه، وبيقع بلسانه وبيقول لها انه حاسس بحاجه من ناحيتها. فبتفرح جدا بكلامه، وفجاه الكتاب بينور من تاني، وبتقرا دي كلام جدتها عن ندرها للمولد، واللي تيجي من بعدها ويظهر الكتاب ليها توفي بالندر وتطعم كل المساكين. فبتفهم دي انها هتاكل كل الناس الموجودين في المولد. وفي يوم المولد بنشوف ابو المجد وهو بيوزع اكل لوجه الله. وقتها بيجي فخر وبيحاول يصلح علاقته معاه، بس في خلال ايام المولد بس. وبنشوف غاليه مع ديدي وهما بيوزعوا الوجبات، فبيقرب منها واحد من الموجودين وبنعرف ان اسمه سليمان وبيشتغل مدرس لغه عربيه قد الدنيا، واللي بيعجب بغاليه من اول ما بيشوفها. لا والاغرب انه بيروح لها وبيقول لها انه عايز يتجوزها، فما بتصدقش غاليه نفسها وتكون شايفه انه بيهزر، لكن بيظهر عليه متابعها في كل مكان تروحه، وهي بتحس باحساس غريب من ناحيته لدرجه ان قلبها بيبتسم له. وفي الوقت ده بتلاحظ ديدي ان سليمان بيبص دايما على غاليه، فبتقول لها تروح تتكلم معاه، وفعلا بتكلمه. بتعرفوا انها بنت سوق وفاهمه جدا في العاب الناس اللي حواليها، فبيقول لها انه حابب يدخل البيت من بابه ويعرفها عن نفسه. وبعد شويه بتوصل زينب الجاره القديمه الفخر وابو المجد، واللي اول ما بتظهر بتخطف نظرهم، وبيبان الحب في عيون ديدي وصبحي لبعض. وفي اليوم اللي بعده بنشوف صبحي وهو ماسك ورد وبيقدمه لديدي، وبيظهر انه عازمها في مطعم، فبتقول له ان اخر مره هو اللي طلب، لكن المره دي حابه تخليه يجرب مطعم هي بتحبه وبتحب اكله جدا. فبيوافق صبحي على طلبها، وهناك بيتفاجئ ان المطعم شكله غالي جدا. فبتعرفه ديدي انها بتحب المكان ده قوي، وانه كان في دبي واول لما نزل مصر كلموه عشان تقيم اكله. وبتبدا ديدي تختار الاكل اللي بتحبه وبتطلب له زيها، لكن بيظهر ان صبحي مش مرتاح في المكان وبيطلب منها يمشوا ويروحوا مكان تاني. وبيندى على الويتر عشان يدفع الحساب، فبتقول له انها مش بتدفع هنا، وبتطلب من صبحي انه يطلع لها العربيه من الجراج. ولسوء الحظ ان صبحي بيشوفها وهي بتدفع الحساب وبيتضايق جدا من الموقف ده، وبيرفض يسهر معاها وبيمشي لوحده. وفي تاني يوم بتحاول ديدي انها تصالح صبحي، فبيقول لها انه شافها امبارح وهي بتدفع الحساب وحسسه بالنقص جدا من جواه، وعشان كده قصتهم هما الاتنين مش راكبة على بعض، وانه حاسس فعلا انه عيل قدامها، وعشان كده لازم يحاسب على غلطته ويصلحها. لو يرجع ابو المجد على المطعم بيرجع كل حاجة من تاني لأصلها، وأول حاجة بيعملها إنه بيشيل الشاشة اللي كانوا جايبينها وبيمشي كل الدليفري وبيلغي قسم السندوتشات من المنيو. وبيقول لهم إنه لما فتح المطعم عمره ما كان هدفه يلم زباين، وإنه فتحه عشان زباين معينة وبيديره بمزاجه بس. وبيطلب من ديدي تلحقه على المكتب، وهناك بيقدم لها شيك بالمبلغ اللي كانت عايزاه، وبيقول لها إن مهمتها انتهت. فبتقول له إن ده كان في الأول قبل ما تعاشر الناس اللي هنا وتلاقي عيلة تتسند عليهم يحبوها وتحبهم. ولما وقع حاولت توقف المكان ده على رجله، وبعد ده كله عايز يبعدها، فبيقول لها ان هو اللي بيدير ومن حقه يشوف مين يقعد ومين يمشي. فبتسيب له الشيك وبتقول له ان اسمها وديده ما بقاش ديدي. وبعدها بتدخل ديدي المطعم وبتبلغ كل الشيفات انها خلاص هتمشي وتسيب المطعم حسب اتفاقها مع ابوها. فبيروح لها صبحي وبيطلب منها ما تمشيش وانه ممكن يكلم ابو مجد ويحاول يقنعه، فبترد عليه والدموع في عينيها وبتقول له انها لازم تمشي عشان هي كمان تاخد قرار، وان ده احسن ليها وليه زي ما كان عايز انه فعلا اتسرع. فبيدخل صبحي لابو مجد على مكتبه وبيساله عن السبب اللي خلاه يمشي ديدي، وان هي مسؤوله منه في المطبخ وكان لازم ياخد رايه واللي هيكون ملوش لازمه. فبيرد ابو مجد بكل برود اعصاب وبيقول له اشمعنى دلوقتي جاي يدافع عنها بعد ما كان كل ساعه يشتكي منها. بيقول له لو ما كانش عاجبه نظامه يتفضل يمشي، وبعد كده قبل ما يدخل عليه مكتبه لازم يخبط، ودي حاجه بيعلمها له لو ما كانش يعرف. وفي تاني يوم في المطعم بيظهر سليمان وهو طالب طاجن من ايد غاليه، فبيطلب من بحراوي يندهله عليها ويقول لها ان الطاجن مش عاجبه وطعمه يقرف. فبتجري غاليه عليه بكل انفعال بتاخد الطاجن منه، لكن اول ما بتشوفه بتغير طريقتها. فبيقول لها سليمان انه هيجي كل يوم ياكل من ايديها. وبعد لحظات بيدخل ابو مجد المطبخ وبيسال عن صبحي، فبتعرفه انها سابهم وساب كل المطبخ عليها هي ومراد. وقتها بيدخل حسن ومعاه اوردر من محل فخر، ويعرفوا ان واحد صاحبه كلمه وقال له انه بيطلب من محل جنبه. وبيكتشف ابو المجد لما بيدوق الطاجن انه نفس الطعم وكمان نفس البهارات، فبيتضايق ابو المجد جدا وبيطلب من حسن هو اللي يدير المطبخ، واللي بيوجه كلامه لغاليه وبشندي بان المطبخ هيكون تحت مسؤوليتهم، وزي ما صبحي وديدي شالوهم لازم هما كمان يعملوا كده. اما ابو المجد فبيروح مطعم فخر، وهناك بيكتشف ان الاكل نفس الاكل اللي بيقدمه، فبيقول له فخر ان الحرب خدعه وان كل اللي بيعمله عشان يرجع من تاني لقناته مع متابعينه،
وبالليل بيرجع صبحي على البيت وبيلاقي ديدي واقفه مع امه وبيعملوا صينيه فراخ، فبيطلب منها يتكلموا عن انفراد. فبتقول له ديدي انها ما كانتش تقصد ابدا اللي حصل، وان اللي كانت بتتمناه انهم يعيشوا مع بعض كل لحظه بتحبها، لكن الظاهر انها عكت الدنيا جامد من غير ما تاخد بالها. فبقول لها صبحي ان حياتهم هما الاتنين مختلفه وما تقدرش تعيش في مستواه، وان عمره ما يجي عليها عشان خاطر نفسه. فبتقول له ديدي انها واثقه في انه هينجح، وبتعرفه انها بتحبه وهتفضل جنبه لحد ما ينجح في شغله. فبيفرح جدا بكلامها وبيعرفها كمان هو بيحبها. وبعدها بتروح ديدي هي وصبحي على المطعم وبيقابلوا ابو المجد ومعاهم صندوق فيه حلل جدتها، فبتقول له انها لقيته في السرداب في المخزن. فبينبهر ابو المجد لما بيشوفه وبيطلب ياخده. فبتفكروا ديدي ان كان مكتوب رساله بان اللي يلاقيه ياخده، وساعتها بيعرض ابو المجد عليها تشتغل في المطعم باجر كويس. فبتقول له انها موافقه بس بشرطين، اولهم صبحي يرجع المطعم من تاني، وثانيهم انها تتولى الاداره زيها زيه بالظبط. فبيقول لها تديله يومين يفكر في الموضوع ده، لكن قبل ما يمشي بيندى عليها وبياخدها في حضنه وبيقول لها مبروك عليكي الاداره. وبعدها بتقعد ديدي في المخزن مع صبحي، بتفتح الكتاب وبتكون وصفه جديده صينيه البطاطس بالفراخ، واللي بتكون محبوبه جدا عند الجده وديده، ومش عشان لانها الاكله المفضله لجوزها علي، لا كمان انها ولدت ابنها البكري عمر وهي بتعملها لعلي، وكان ده اسعد يوم في حياتها لانها طبختها لحبيبها. وبعد موت وديده بنت عبد القادر بيجي 200 سنه كده جات وديده بنت سالم ودي كانت عايشه في زمن صراع المماليك، وكانت اشطر واحده تعمل الرقاق المسكر وتقدمه لكل حبايبها. وفي يوم قالت لها صاحبتها ستي ارمله ايبك عجبها الرقاق بتاعك وعايزه تجربه وتعمل ليله لله، وما صدقت وديده وعملت كل اللي هي عاوزاه. وفي اليوم الموعود وديده فرحت لما شافت كل الناس بتاكل من وصفتها، لكن بعد كده عرفت ان ارمله ايبك طلبت كل الرقاق المسكر عشان تحتفل بقتلها لضرتها، وحزنت وديده جدا. وبنرجع لديدي واللي بنشوف الوصفه الجديده وبيظهر لها وصفه ام علي واللي بتتكلم عن الغدر والخيانه، وبيضحكوا بطعمها الحلو لحد النهارده. وبكده يبقى فات 6 وصفات وباقي وصفتين. وبعدها ديدي بتكتب وصفه بتعبر عنها. وفي الوقت ده بنشوف فخر وهو بيقابل بحراوي وبيساله لو في جديد، فبيقول له ان الدنيا مقلوبه بسبب ان زينب جايه تتغدى بكره عندهم. فبيفرح فخر بالخبر ده وبيديله كيس يحطه في الاكل، فبيقول له انه ما يقدرش يعمل كده لان كل شغله في الصاله ولازم حد من المطبخ هو اللي يقوم بالمهمه دي. وفي اليوم اللي بعده بنشوف بشندي مع مدرب الفريق بتاع هاني، هو جايب له بطيخه عشان يهتم شويه بابنه. فبيقول له مدرب ان ابنه لعيب وحريف ولو عايزه يتاهل لفريق الناشئين في بلجيكا لازم يدفع 50,000 جنيه. وبعدها بنشوف ابو المجد وهو محتار يختار كرافته تليق على البدله اللي هيلبسها. فبتدخل ديدي وبتختار له، لكن لما بتعرف انه هيقابل زينب بتسيبه وبتمشي. فبيضحك وبيحس ان بنته فعلا بتغير عليه. وفي المطبخ بتاخد غاليه ديدي على جنب وبتقول لها ان سليمان خلع زي اللي قبله، وده لانه شافها مهتمه وبتعمل كل الاكل اللي بيحبه، فقال يخلع، وده لانه ما جاش النهارده زي عادته. فبتفاجئ ديدي من كلامها وبتقول لها ان اليوم لسه بدري واكيد شويه وهيجي. وساعتها بيجمعهم ابو المجد وبيديهم الوصفات اللي يعملوها. فبترفض ديدي تشارك في اي وصفه وبيظهر انها متضايقه فعلا، لكن ده ما بيضيعش فرحتها انها تعمل ام علي. وفي الوقت ده بيظهر الحزن على بشندي، فبيحكي لغاليه انه محتاج 50,000 جنيه عشان ابنه يتقبل في الفريق وهو مش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي. فبيسمع بحراوي كلامهم وبينقله الفخر. اما حسن بيجيله مكالمه من والدته واللي بتقول له انها كانت بتزور الاولياء واول لما تخلص هتيجي في المطعم. وبيظهر ان فريد حب يعمل فيه مغرز بعد ما اتطرد اخر مره، وبتكون صدمه كبيره لحسن اللي بيجمع كل الشيفات حواليه وبيحكي لهم ان والدته جايه وخايف جدا من مقابلتها لانه ما فاهمها انه مدير المطعم. وبنعرف انها كانت تتمنى من زمان انه يكون مدير، وعشان كده كان نفسه يفرحها وخايف جدا لا تتصدم. فبيقول له صبحي انه عنده حل، وهو ان حسن يكون المدير النهارده وكل اللي في المكان لازم يعرف، واولهم بحراوي. وبعد لحظات بتوصل والدته وبيظهر حسن هو لابس بدله وبيرحب بيها وبيحاول يفرض سيطرته قدامها، لكنه بيتوتر قوي لما بيشوف ابو المجد، فبيضطر يحكي له كل الحكايه. ولحسن الحظ انه بيقدره وبيوافق يكون مدير المطعم. وبعدها بيتقابل بشندي مع فخر في الخباثه من غير ما حد يشوفه. وقتها بيقول له فخر انه عرف بموضوع ابنه وعشان كده قرر يساعده ويديله 25,000 جنيه مقابل شويه من الكيس اللي معاه في حاله البصاره. ولما بيرجع على المطعم بيزعق له ابو المجد لانه اتاخر في تحضير البصاره، فبيتضايق بشندي جدا وبيحط من الكيس عندا فيه. وفي المطبخ بتظهر ديدي وهي بتعمل وصفه ام علي بكل حب، واول طاجن بتطلعه بتاخده على ام صبحي واللي اول ما بتدوق بيعجبها جدا، وساعتها بتحكي لها ان صبحي اسمه علي. وبعد لحظات بتوصل زينب على المطعم وبتعجب جدا باستقبالها ابو مجدي ليها والوصفات اللي مقدمها ليها. وبيظهر بشندي وخايف جدا ومتوتر بسبب البصاره، واللي اول ما بيقدمها لزينب بتعجب جدا لدرجه انها بتاكل كل اللي بيجي وبيسلم عليها. اما ديدي
اما ديدي بترجع على المطبخ وبتدخل وبتاكل من البصاره وبتعجبها جدا هي وصبحي، وبيدخل بشندي بسرعه ومش بيلحق يوقفهم، وساعتها بيقول لهم انه بيحبهم قوي هم وابو المجد، وبيظهر عليه القلق والتوتر، وبسبب كده بيقرر انه ياكل هو كمان من البصاره، وهو بيقول نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. وفي لحظتها بتحس ديدي بدوخه وبيتهيألها حاجات هي وكل اللي في المطعم، وفجاه بتوصل الشرطه وبتقبض على كل اللي موجود في المطعم، وعلى لسان الجده وديده، واللي بتقول ان وديده بنت سالم كانت بتحب جدا تعمل الحلويات وتخترع فيها، وفي يوم عملت عجينه من الدقيق والسكر واللازم منه وساعدتها فيها بنتها زينب، واللي قعدت تلعب بالعجينه وترسم عليها خطوط، ومن ساعتها وديده سمت العجينه صوابع زينب. وعدت السنين والايام وزينب كبرت، وفي يوم وهي بتوزع الحلويات وقف قدامها الظاهر بيبرز، وده من صوابع زينب، ووقع في حب زينب. وفي الاسم بيفوق ابو المجد وبيلاقي نفسه في الحجز مع بشندي وفخر وباقي الفريق، واول ما بيفوق بشندي بيعترف لابو المجد ان فخر هو السبب في كل اللي حصل، وانه استغل احتياجه للفلوس وخلاه يحط من الكيس في الاكل. وبيظهر وقتها صبحي ومعه محامي، وبيقدر يقنع رئيس النيابه انه يخلي سبيلهم، لكن زينب بتتضايق جدا بسبب الحركه دي وبترفض تتكلم مع ابو المجد او فخر. وفي المطعم بيجري بحراوي على غاليه وبيقول لها ان الزبون الصعيدي عاجبه اكلها جدا هو والست اللي معاه، ولما بتسمع غاليه كده بتغير جدا وبتكون عايزه تطلع تديله كلمتين في جنابه، لكن ديدي بتقول لها انها لازم تطلع له حلوه عشان تبين له انها مش مهتمه، وبتاخدها وبتحط لها ميك اب وبتطلع بيها على الصاله. لكن بيظهر ان سليمان جايب معاه اخته صباح، واللي اول ما بتشوفها بتقول لها ان اخوها وقع في حبها من اول لما شافها، وانهم جايين عشان يطلبوا ايديها، وعشان كده بتدخل هي وسليمان وبيطلبوا ايديها من الشيف ابو المجد شخصيا، واللي بيفرح جدا ان غاليه قدرته وبيوافق انها تعمل فرحها في المطعم وعلى حسابه، وبيفرح لها كل الشيفات وبيعملوا لها زفه كده على قدها لحد ميعاد الفرح. بس اليوم بيقفل لما ديدي بتسمع مكالمه من صبحي لسمسار، وبيظهر انه كده عايز يأجر مطعم ليه. وفي اليوم اللي بعده بيظهروا كلهم في النادي وبيحضروا ماتش مهم لهاني، بس وقتها بتيجي مكالمه لحسن وبتسمع ديدي بسبب انه فتح المايك بانه لقى شغل، فبتزعل جدا وبتقول لهم انها كانت فاكره انهم عيله وهتقف جنبها، لكن طالما هم كده هتتعامل معاهم بعد كده بطريقه رسميه، وتطلب من غاليه تعمل فرحها في قاعه بره، وبتاكد عليهم اللي هيتاخر بعد كده هتخصم منه، ويا ريت اللي حابب يمشي يبلغها قبلها باسبوعين. اول ما بيرجعوا على المطعم بيحاولوا كل الشيفات يصالحوها، لكن بيتظاهر ان غاليه زعلت جدا بسبب كلمتها وبتقول لها ان كان نفسها تفرح بعد ما حست انهم عيلتها واخواتها، فبتعتذر لها ديدي وبتتاسف لها على كلامها. وبعد كده بتعزم زينب فخر وابو المجد على الغداء عشان تحط نقط على الحروف، وبتقول لهم انها من بعد ما ابنها اتجوز واتطلقت قررت ترجع على بيت العيله وتعيش في هدوء وسكينه من غير جواز. ونرجع لديدي والبيظهر انها زعلانه من صبحي بسبب انه عايز يسيبها ويمشي، فبيقول لها انه عمره ما هيمشي غير لما يقول لها وهيفضل معاها طول الوقت. وبيجي فرح غاليه وبيعمل لها ابو المجد احلى فرح في مطعمه، وبيظهروا كلهم هما بيرقصوا فرحانين بيها وبعريسها. وفي اخر اليوم في المخزن بتفتح ديدي هي وصبحي الكتاب وبيكون مكتوب فيه ان صوابع زينب مش اي حلويات، لا دي حلويات بتاعت الحبيبه، قصتها قصه حب مش غدر وانتقام زي غيرها، حكايه بنت صغيره طبعت بصوابعها على الحلويات بتاعتها، اللي لما دقها السلطان مش بس حب الحلويات، لا ده حب زينب نفسها واتجوزها وبقت السلطانه زينب. وكل وديده جت حلت بق حبيبها على بصوابع زينب، فبتاخد ديدي صبحي وبتخليه يعلمها ازاي تعملها. وقتها بيلبسها خاتم العجين وبيطلب يتجوزها، بس لسوء الحظ ان ابو المجد بيدخل فجاه عليهم وبيتضايق جدا من اللي بيشوفه. وعلى لسان الجده وديده واللي بتقول ان وديده عبد الحي كانت اخر وريثه في المطعم وكانت شغاله فيه مع جوزها علي، ومن بعد ما مات وايام عصر الانفتاح بدات السندوتشات تحتل البلد، فرفضت وديده تعمل سندوتشات، لكن جارها فخري قرر انه يفتح جنب جزارته محل حواوشي. وبعد كام سنه قفلت وديده المطعم من حزنها. وفي اليوم اللي بعده بيدخل فخر المطعم مع رجالته بحجة انه صاحب المطعم الجديد، وبيتفاجئوا كلهم لما بيعرفوا ان بحراوي كان طول الوقت شغال معاه، وبنعرف ان كمال ودلال باعوا نصيبهم من المطعم لفخر. وفي الوقت ده بيظهر ابو المجد عند المحامي وبيحاول يلاقي طريقه يرجع بيها المطعم، فبيقول له المحامي ان مفيش اي حلول غير انه يحل الموضوع ودي، فبيرجع على المطعم وحاسس بالحزن لان تعبه بيروح هدر على ايد فخر. ووقتها بيدخل المطبخ وبيطرد كل رجاله فخر منه، وبالليل بيزور صبحي ابو المجد في بيته وبيعتذر له على اللي حصل، فبيقول له ابو مجد انه خان الامانه، ومن اول يوم جت وديده فيه طلب منه يعملها زيها زي غيرها، لكن من الواضح انه كان بيعملها معامله خاصه، وبيقول له انه اتوجع منه هو خصوصا لانه كان بيعتبره ظهره، فبيعتذر له صبحي تاني وبيقول له انه بيحب ديدي وعايز يتجوزها، واي حاجه هو عايزها هيعملها له وينفذها له فورا. بيتقابل صبحي مع ديدي وبيقول لها ان اول مره كلام ابو المجد ياثر فيه بالشكل ده، لانه حاسس ان كل الناس باعته وخانته وهو اولهم، ومش عارف فعلا ايه ممكن يحصل بعد كده. فبتقول له ان بعد ما هو مشي ابوها كلمها وقال لها ان صبحي جدع وقد المسؤوليه، وسالها لو كانت بتحبه ولا لا، فبيفرح صبحي جدا بكلامها وبيقرر يلاقي حل في موضوع فخر عشان يخرج مجد من حالته. في اليوم اللي بعده بتدخل ديدي مع صبحي على المخزن يمكن يلاقوا حل في كتاب، وساعتها بتظهر لهم اخر وصفه من الجده وديده فلفل، واللي
وبيسموها كده لانها اول واحده تعمل محشي الفلفل، وبتهديه لصاحبه الكتاب الجديده. فبتقرر ديدي تعمل محشي الفلفل بمساعده صبحي. وبعدها بيزور ابو المجد فخر في مطعمه وبيساله ياخد كام ويسيب له المطعم، فبيقول له انه هياخد 20 مليون جنيه، وده لان موقع المطعم في مكان اثري وبعد كام سنه هيكون غالي جدا. وبنعرف ان فخر عايز يشمت فيه وياخد منه حقه بسبب انه خلاه يطلب ايد زينب من جوزها. وبعد شويه بيبعت ابو المجد رساله لكل الشيفات عشان يتجمعوا مع بعض في المطعم، وساعتها بيقول لهم ان ده اخر اجتماع بينهم، وان في فتره 6 شهور اللي عدت كانوا احلى 6 شهور في حياته، وانه كان دايما بيتعامل معاهم على انه ولاده، وان النهارده اخر يوم ليهم في مطعم الحبايب وعايزه يكون احلى يوم في حياته، وان الاكل النهارده هيكون ليهم هم، ومفاجاه انه هيطبخ معاهم. وبيبداوا كلهم يعملوا محشي الفلفل وبيحاولوا يخرجوا نفسهم من الحزن اللي هم فيه بالغنى، وبالليل بيقعدوا كلهم يتعشوا مع بعض. وبيحكي لهم ابو المجد بتسميه المطعم باسم الحبايب، وده لان دايما المتخاصمين لو فطروا او اتغدوا او اتعشوا يطلعوا متصالحين. وبيتعشى ابو المجد مع باقي الشيفات اخر عشاء ما بينهم، وبعدها بتقعد ديدي في المخزن مع صبحي وهي ماسكه الكتاب وصعبانه عليها انها تمشي وتسيبه، وكانت بتتمنى ان يكون ليها وصفه فيه. وفجاه بينور الكتاب وبيظهر منه عقد ايجار المطعم، وبيكون ده طوق النجاه ان العقد بيكون مكتوب باسم ابو المجد. واول لما بيعرف ابو المجد بيجمع ولاد عمه ومعاهم فخر وبيقول لهم ان المطعم ملكه، وبيظهر لهم عقد الايجار من جدته وديده ب 10 جنيه في الشهر، واللي بتكون مدته 59 سنه من تاريخ استلامه. وبتكون صدمه لفخر وكمال ودلال واللي ما بيقدروش ياخدوا منه ولا حق ولا باطل. وتاني يوم بيبلغ صبحي ديدي بان في مسابقه ولازم تشترك فيها، فبتخاف جدا لا تترفض او محدش يقبلها بعد اللي حصل في اخر مسابقه. فبيقول لها انها بقت شيف شاطره وتقدر انها تفوز في المسابقه. وفي نفس اللحظه بتيجي المشندي مكالمه واللي بتكون صدمه بالنسبه له، لانه بيعرف ان هاني ابنه اتقبل في فريق الناشئين في بلجيكا، ويفرح جدا بالخبر ده. وبعدها بنشوف صبحي وامه وهم في بيت ابو المجد عشان يخطبوا ديدي، فبيقول لهم ان صبحي شخص مكافح وشاطر، لكن ده ما يمنعش ان بنته لسه صغيره. فبتحاول ديدي تقنعه انها بتحب صبحي وبتطلب منه يوافق، فما بيرضاش يكسفها وبيوافق على قرايه الفاتحه. وبعدها بترجع غاليه على البيت وبتحكي لسليمان وهي بتعيط بانها حاسه باعراض حمل وعشان كده راحت للدكتور، لكنه وضح لها ان الاعراض دي بتيجي اللي في سنها وانها مش هينفع تخلف ابدا ولا حتى بنسبه 1%. فبيستقبل سليمان كلامها بصدر رحب، بيقول لها انه مش عايز عيال وكفايه وجودها، ولو نفسها في عيل يقدروا يكفلوا طفل يتيم ويربوه كانه ابنهم. فبتحب كلامه وبتحس فعلا انها اختارت الراجل الصح. وفي المطعم بتعرف ديدي انها اتقبلت في المسابقه، فبتفرح جدا بالخبر ده وبيفرح لها كل الشيفات وبالاخص ابو المجد، لكن بيظهر على ديدي القلق والتوتر لانها مش هتعرف تعمل وصفه خصوصا انها لازم تعمل وصفه بتعبر عنها، وان نفسها تعمل اي وصفه من طريقتها ومش عايزه تكون شبه حد او تاخد مواصفات جدتها. بيقول لها ابو المجد انه مبسوط فيها لانها عايزه تعتمد على نفسها وعشان كده لازم تمشي ورا احساسها، وبيعرفوا انه هيفضل دايما جنبها وفي ظهرها. وبعد كده بتظهر ديدي وهي في المقابر قدام قبر والدتها وتقدم لها ورده كانت بتحبها، وتقول لها ان كان نفسها يكون ليهم صور كتير مع بعض وكانت تتمنى انها تكون جنبها. ولما بترجع ديدي على المطبخ بيبدا كل واحد من الشيفات يعلمها طريقه عمل صينيه السردين بالبطاطس، وكل واحد بيعمل لها حاجه وشاطر فيها، وبتقدر ديدي تنجح في الاختبار وبجداره. وفي اخر اليوم بيعمل صبحي مفاجاه لديدي ويقدم لها كل الوصفات اللي اكلوها مع بعض من اول يوم تعرفوا فيه على بعض، وبيعبر عن كل وصفه بموقف حصل معاهم، وبيفضل طبق واحد وبيكون فاضي، وبيعرفوا ان الطبق ده هيكون وصفتها الجديده اللي هتعملها وانه واثق انها هتنجح فيها، وزي ما في وديده لازم يكون في علي. وفي تاني يوم في المسابقه بتقدر ديدي تقدم وصفه السردين بالبطاطس وبتعجب لجنه الحكام وبيقولوا لها اشمعنى الوصفه دي بالذات، فبتشرح لهم ان كل صنف في الاكل بيعبر عن حاجه عاشتها، زي مثلا السمك اللي بيفكرها في اول مسابقه اشتركت فيها، والعيش اختارت انها تعمله بالورد لان والدتها كانت بتحبه جدا، وصاب اختيارها المكان لانها شافت ان كل اللي في المطعم عيلتها. وبتتفاجئ ديدي لما بتعرف انها فازت في التصفيات النهائيه. وفي اخر اليوم بيقول لها صبحي انه فرحان جدا بيها وبنجاحها، وعلشان كده يعني الاوان انه يفتح مطعمه الجديد بعد ما قدرت تعتمد على نفسها، وبيرفع لها كل الشيفات وبيسلم صبحي الشيف حسن رئاسه المطبخ من بعده. وبنشوف ديدي وهي بتكتب في الكتاب وصفتها الاخيره، فبيفرح صبحي جدا وبيكون معاها وبيقول لها ان الكتاب ده فيه حاجات كتير خلته شخص مختلف، فبتقول له ديدي ان هو كمان غير فيه حاجات كتير للاحسن، وبتقرر تسيب الكتاب يمكن وديده جديده تلاقيه وتكمل المشوار. وبتمر الايام وبيسافر هاني على بلجيكا، وبيكون بشندي فرحان بابنه جدا لانه حقق اللي ما قدرش هو يحققه، وبيتولى حسن رئاسه المطبخ ويحقق حلمه انه يكون مدير بجد قولا وفعلا. وغاليه بتكفل بنت يتيمه وبتعيش مع سليمان احلى ايام حياتها. اما ديدي فبتفتح مطعم جديد مع صبحي ويظهر هما الاثنين في كامل سعادتهم. وبكده تنتهي حكايه وديده وعلي، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش الاشتراك في القناه. بس كده.